اسكندرية بلد القصص والتاريخ والحكايات، في كل شارع وزقاق ليه قصة وحكاية. ومهما هنقول في حب اسكندرية مش هنقدر نخلص الكلام في حب الاسكندرية. النهارده انا موجود في اسكندرية علشان ازور شارع واحد بس يعتبر من اشهر الشوارع اللي موجودة في مدينة اسكندرية. اول ما تمشي هنا في شارع فؤاد هتحس ان انت دخلت متحف مفتوح، وده لان نشأة الشارع بتعود للعام 331 قبل الميلاد. من الحاجات بقى اللي هتلاحظها هي العمارة. هتحس انها مزيج ما بين حضارات مختلفة، ما بين الحضارة الفرنسية والانجليزية واليونانية وغيرها كتير، وده كان بسبب الجاليات الكتير اللي عاشت هنا في اسكندرية. في البداية بقى خليني أقول لك إن الشارع اتغير اسمه أكتر من مرة. نشأة الشارع بترجع لعهد البطالمة واللي أطلقوا عليه الطريق الجنوبي، واتغير اسمه بعد كده إلى شارع ميناء رشيد، ثم إلى شارع فؤاد نسبة للملك فؤاد اللي اتغير اسمه بعد ثورة يوليو إلى شارع الحرية حتى وقتنا الحالي. من أهم الأماكن المميزة في شارع فؤاد أوبرا اسكندرية، وكان بيطلق عليها قديما تياترو محمد علي. أول ما تدخلوا هنا دار الأوبرا هتلاحظوا إن الاسم لسه موجود مكتوب تياترو محمد علي. في نفس المنطقة هنلاقي مبنى كان بيمثل أكبر نوادي اسكندرية في القرن ال19 وبيطلق عليه حاليا مركز الحرية للإبداع. من أقدم المباني الموجودة في شارع فؤاد. المبنى ده بيعود تاريخ نشأته للقرن ال19 وكان بيعتبر ملتقى للجاليات الأجنبية الموجودة في مصر. وما تنساش وانت بتتفرج على الفيديو تدعمني بلايك وشير، ونتقابل في فيديوهات ومغامرات جديدة قريبا.